تخيلوا معي هالمشهد، شمس مكة العالية وأكثر من 100,000 إنسان واقفين بقلب واحد وعيونهم كلها معلقة بشخص واحد، بحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحجة الوداع، بأهم اللحظات وبآخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عم يحكي عن غنائم ولا عن قبائل ولا عن حدود دول، كان عم يحكي عن الإنسان، عن أنا وأنت، عن الميزان اللي رح نقابل فيه ربنا. وبصوته اللي كان أقرب للوصية منه للخطبة كان عم يقول: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. لا لونك ولا حسبك ولا نسبك ولا رتبتك ولا مكانتك ولا حتى جواز سفرك بيعطيك قيمة زيادة عن غيرك. كأنه النبي عليه الصلاة والسلام بهالجملة عم يكسر كل الفروقات اللي صنعها البشر بين بعضهم، وهدم كل فكرة بتحمل معنى أنا أعلى منك اللي لسه البشر عايشين فيها لليوم. كلنا سواسية عند الله إلا بالتقوى. يعني الأفضلية مو باللي الناس شايفينه فيك، الأفضلية باللي جواك، بصدقك، بحنيتك، بخوفك من رب العالمين، وبطهارة سريرتك. وبآخر الحديث سألهم بلهفة المحب اللي خايف على أمانته وعلى أمته: أبلغت؟ فردوا عليه: بلغت يا رسول الله. فرفع النبي إصبعه للسماء وصار يشير فيها باتجاه الناس وهو بيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وبنفس الخطبة وقف قدام حياة الناس اليومية، قدام الألم اللي بيصير بينهم، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. حط خط أحمر قدام كل أذى ممكن الإنسان يسببه لأخوه الإنسان، لا كلمة تجرح ولا إيد تأذي ولا كرامة تنكسر. وبعدين خصص جزء من هالوصايا لأضعف نقطة بالمجتمع بوقتها، وقال: اتقوا الله في النساء، إنك تشوف رب العالمين بتعاملك معهم، تقرب من رب العالمين فيهم بالكلمة، باللين، بالاحتواء، بالرحمة، بالحنية، تدليلهم وإسعادهم. المشاعر الحلوة هي اللي بتعمر وبتبني النفوس والبيوت والمجتمعات. وحبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام عم بسأل لو كان بيننا اليوم شو أكتر وصية من هالوصايا اللي وصاها بحجة الوداع كان رح يحس إنه ضيعناها. حجة الوداع كانت رسالة حب أخيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلنا وهو عم بيودع الدنيا. ما خاف علينا من الفقر ولا من التعب ولا من المرض، خاف علينا من قسوة القلوب. خاف إنه نضيع وصيته بالنساء أو نعتدي على أعراض بعضنا أو نتكبر بأسماء عائلاتنا. اليوم أجمل هدية بنقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام هي إنه نحيي حنيته فينا، نرحم الضعيف، ونصون كرامة بعض، نخلي التقوى هي لغة تعاملنا. فيا رب لا تحرمنا أثر هذا اللين بقلوبنا، ولا تحرمنا من لقاء صاحب هالحنية عند الحوض الشريف. عليك الصلاة والسلام يا بدر التمام.